عن اساسيات دولابنا في فصل الشتاء، بما اننا عملنا نسخة خريفي قبل كده، وبما ان احنا داخلين على الشتاء والدنيا بدأت تسقع نوعا ما وهنبدأ نشتري شتوي. ففيديو النهارده هنتكلم فيه عن قطع اساسيه تفضل في دولابنا كل سنه، قطع تايم ليست تقدري ان انت تبني بيها دولابك الاول في الشتاء، وبعد كده لما يبقى عندك كل الحاجات دي هتقدري ان انت تزودي كل فتره حاجه بسيطه، او كل شتاء حاجه بسيطه جدا عليها. هاي جايز واتساب، انا بسنت بعمل فيديوز عن ازاي نلاقي الستايل بتاعنا، وازاي نبني دولابنا صح، وازاي نلبس لو احنا بتيت، وعن هدوم المستعمله، وعن اي حاجه ليها علاقه بالفاشن عموما. فلو انتم مهتمين كملوا الفيديو. هنقسم الاساسيات دي وكل حاجه هنتكلم عليها لوحدها، يعني هنتكلم عن البلوفرات والحاجات التوبس اللي من فوق لوحديها، والبنطلونات برضك هنضيف فيها حاجات بسيطه لوحديها، وطبعا الاوت وير او الحاجه اللي هنلبسها من فوق برضو لوحدها، وفي الاخر الاكسسوارز. اول حاجه معانا في التوبس هي الحاجات البيزك او اللي هي التيرتل نيكس، اللي هي البلوفرات اللي هي بتكون مثلا برقبه، الرقبه دي بتتني او الرقبه دي عاديه. كل الحاجات دي بالنسبه لنا اساسيه، وتعتبر الفاونديشن بتاع الاوتفيت بتاعنا بالذات في الشتاء. بديل بالنسبه لنا لفكره تي شيرت في الصيف هي جدا في ان احنا برضك بنعمل بيها لايرنج، هي اساسيه جدا. حاولي ان انت وانت بتشتريها تختاري الوان، ما دام ما عندكيش منها الاساسيات تختاري الوان تكون اساسيه زي ابيض، اسود، بيج، بني. درجات البيجات مثلا ودرجات البنيات، وبرضك معاكي الكحلي، دي درجات اساسيه علشان تمشي معاكي مع اكبر قدر من القطع عندك في الدولاب، وتقدري تعملي ميكس اند ماتش كده بسهوله، فتعملي اوتفيتس كتير جدا. تاني حاجه معانا هي السويترز. سويترز هي الحاجات او البلوفرات اللي بتكون شانكي شويه زي اللي انا لابساه دوت كده، اقدر ان انا البسها لوحديها، مش محتاجه حاجه فوقيها، يعني مش ضروري ان انا البس حاجه فوقيها زي مثلا تيرتل نيكس، ما ينفعش ان انا البسها لوحديها، لازم تبقى حاجه فوقيها، لا اما احس ان الاوتفيت بتاعي مش مكتمل وان في حاجه ناقصه. انما ده اقدر ان انا البسه لوحده، او مثلا البسه فوق فستان، فوق جيبه، فوق بنطلون، برضك اقدر البس عليه كوت او اوت وير. تكون بقصه كلاسيك، ان احنا نختار حاجه مثلا ساده زي كده تكون بسيطه. كشخص ما عنديش برضك الشكل ده، ان انا بحب الحاجات اللي هي تكون فيها ضفاير زي كده، او ان هي تكون فيها باترن منها فيها كده زي الحاجات دي، لان انا بالنسبه لي دي بتبان اقيم واشيك. انت تقدري تختاري الحاجه اللي تناسبك، سواء حاجه بيزك زي كده او حاجه زي كده، او تجيبي الاتنين على حسب الميزانيه بتاعتك. وبرضك ممكن تزودي كل فتره، يعني انا عندي حاجات فيها ضفاير كده، فالفتره اللي جايه عايزه اجيب حاجه بيزك وساده زي كده، فده على حسب ما انتي تحبي. وطبعا اختاري بالوان اساسيه. ثالث حاجه هي الهوديز والسويت شيرت. انا بحس ان هما الاتنين بالنسبه لي حاجه واحده، بس واحد بزونت وواحد من غير زونت. برضك القطعه دي اساسيه ومن الحاجات العمليه جدا، بالذات لو انتي في فتره دراسه، او انتي في فتره كليه، او بتروحي دروس. كل الحاجات دي طبعا هتبقى بالنسبه لك عمليه جدا جدا. السويت شيرت والهوديز، وتقدري ان انتي تلبسيها بطرق كتير زي الصور دي كده، مثلا على كوت، على جاكيت جينز، على حاجات كتير جدا تقدري تنسقيها عليها. لو لسه بتبني اساسيات فخليكي في الدرجات الاساسيه زي ما اتفقنا. عموما يعني لو لسه بتبني ما عندكيش حاجه من الاساسيات دي، فخليكي في الحاجات الاساسيه، الالوان الاساسيه دايما، عشان تقدري تعملي ميكس اند ماتش كده. لا اما لو مش بتحبي الدرجات الاساسيه تقدري تجيبي الوانات عادي، بس المهم ان هي تكون ماشيه مع بعض. يعني انا عندي في الدولاب بردك الوان، بس كل حبه كده ماشيين مع بعض غير البيجات والبنيات، فالموضوع عادي. يعني حاجه معانا هي الكارديجانز. الكارديجانز من الحاجات العمليه جدا، بالذات القصه اللي حاليا ترندي، او حاليا هي اللي بقت مستحدثه. دي حلوه جدا وعمليه جدا، وتقدري ان انت تلبسيها كاوت وير، او مثلا تلبسيها كهي بلوفر بتتقفل ونلبس فوقيها مثلا الحاجه. فلها طرق كتير جدا في اللبس، وسهل ان انت تنسقيها بسهوله. طبعا في منها الكروب، في منها الطويل، فهي بتناسب كل الاجسام. تقدري تختاري اللي يناسب جسمك واللي يناسب الستايل بتاعك. في بردك الساده وفي المطبوع، ولكن برضو لو ما عندكيش الاساسيات زي ما اتفقنا نخلينا في الالوان المحايده. دلوقتي بقى هنتكلم عن شويه حاجات بونص كده، لو انت عندك الاساسيات دي تقدري تضيفيها، او لو انت بردك بتفضلي منها وتقدري تشقلبي براحتك عادي بردك. انا البونص دي في منها حاجات مش عندي، في منها حاجات عندي، فيلا بينا مش هنتكلم كتير. حاجه هي السويتر اللي زي دوت كده، بحسه بردك اضافه حلوه للدولاب وحاجه مختلفه. بيكون فيه منه المخطط دوت اساسي جدا وبيزك في الدولاب الفرنسي، فبحس ان هو حلو جدا، واقدر انسقه باكتر من طريقه، زي مثلا ان انا البسه لوحده، البسه على جيبه، البسه على حاجات ياما جدا، او ان انا حتى احطه فوق الكوت او فوق البليزر، بردك بيدي شكل مختلف. تقدري ان انت تجيبيه مخطط او لون اساسي او لون مطرقع كده، يبقى اضافه كده في الدولاب وحاجه مختلفه، زي ان انت لو زهقتي يكون عندك حاجه مختلفه في دولابك. برضه انا لحد الان مش عارفه اسمها ايه، يعني ممكن نقول مثلا عليها ان هي شبيهه التيشيرتات البولو في الشتاء. التيشيرتات دي انا بحبها جدا، عندي حوالي 3 او 4 منهم تقريبا، انا جايباهم مستعمل، بس انا بحبهم جدا جدا وبحسهم اساسيين بالنسبه لي، وشكلهم اللي هو
مختلف بالنسبه برضك للتيرتل نيكس، حاجه مختلفه كده وبتضيف للستايل بتاعي. اول حاجه هنتكلم عنها هي الستس حلوه جدا وعمليه، وطبعا عندك حاجه جاهزه، اللي هو مثلا عندي حاجه جاهزه اقدر البس عليها جاكيت على طول، او اقدر البس عليها اي حاجه من فوق وانزل. فدي فكره حلوه جدا لو انتي مثلا بتنزلي كل يوم الصبح ومحتاجه حاجه سريعه. طبعا الحاجه اللي بتميز السيتس ان احنا هنقدر ننسقها كل قطعه لوحدها، سويت بانس لوحده وسويت شيرت لوحده، فنقدر نشتري سيتس زي كده. في منها اللي هي الاوفر سايز كلها والسويت شيرت بتاعها طويل، في منها الكروب زي كده تقدري تبدلي بينها وبين الهوديز. يعني لو جبتي سيتس بهوديز هاتي سويت شيرت في الحاجات الاساسيه التانية اللي اتكلمنا عنها، او تعكسي يعني على حسب ما تحبي. اول حاجه مهم ان هي تكون عندك في دولابك هي بنطلون يكون ستريت ليج، او اي بنطلون عموما يكون قصته مناسبه عليكي وانتي بترتاحي لها وبتحبيها وبتظبط الشيب بتاعك. مش هتفرق قوي ان هي تكون ستريت ليج، لان انا لحد الان ما عنديش ستريت ليج احس ان هو حلو عليا، ولكن انا بالنسبه لي بحس ان الاساسي حاليا هو البنطلون الوايد ليج. فعادي الموضوع مختلف من شخص لشخص. حاجه هو البنطلون القماش. البنطلون القماش قطعه عمليه جدا وتايمليس، وهي حاليا ترندي بقالها كام سنه، بس هي في الاساس قطعه كلاسيك وتايمليس حلو جدا وبيضيف شكل شيك وقايم كده من غير ما نعمل مجهود كبير. ثالث حاجه معانا هي الليزر بانس. الليزر بانس من الحاجات اللي انا ما جربتهاش الصراحه وما ضفتهاش في دولابي، لان انا ما بحبش البس خامه تكون ملفته لرجلي او للجزء اللي من تحت من جسمي، مش بحس ان هي حاجه مريحه بالنسبه لي. بس برضك بحس ان هو بيدي شكل قايم وشكل شيك برضك من غير مجهود، ودي حاجه بحبها جدا في اللبس، اللي هو عشان ما احطش مجهود كبير قوي وانا بلبس وكده. بفكر اضيفه وبفكر ان انا اجيب مثلا قصه تكون وايد ليج او مثلا ستريت، حاسه ان هي هتبقى حلوه. حاجه معانا في النقطه دي هي البونص. البونص هنا هي الليجنز. الليجنز من القطع اللي مش مناسبه للستايل، ولكن مش مناسبه للشيب بتاعي. انا بحبها جدا وبحس ان هي حاجه كيوت وحاجه كاجوال قوي، وهي مناسبه للشيب بتاعك. تقدري ان انتي برضك تضيفيها لدولابك لانها حلوه وعمليه. وحاسه ان الليجنز من القطع اللي نقدر ان احنا نكاجوال بيها القطع الكلاسيك بسهوله جدا، زي الصوره اللي هنزلها لكم دي. دلوقتي احنا هنتكلم عن الاوت وير، او اللي هي الجواكت. الجواكت طبعا مختلفه من شخص لشخص على حسب هو بيفضل ايه، وعلى حسب طبيعه حياته وروتينه اليومي، او بيروح فين وبيجي منين. وطبعا والاهم على حسب هو بيسقع او لا، بيتحر او لا. كل الحاجات دي اساسا تحددي انهي جاكيت مناسب ليكي، ولكن انا مرتباهم من المهم فالاهم، وكلهم قطع تايمليس وكلهم قطع اساسيه هتضيفيها تقعد معاكي سنين عقبال ما تفكري تغيريها. لو انت بقى ستايلك اتغير، او لو انت عايزه تضيفي حاجه، بس هي قطعه تفضل في الدولاب على طول. يعني اول حاجه هي البفر جاكيت. البفر جاكيت بالنسبه لي اساسي جدا وعملي جدا، علشان ووتر بروف، علشان الشتاء، عشان يكون معانا حاجه تحمينا من الميه. كان ترندي السنه اللي فاتت جدا، ولكن هو حاجه برضك تايمليس وحاجه مدتها مش بتروح. احنا طول عمرنا عارفين البفر جاكيت ممكن شكله يتغير يتحدث مش عارفه ايه، بس هو برضك بيفضل نفس الجاكيت، وهو عملي جدا بالنسبه لي. بالذات للناس اللي بتدرس، الناس اللي بتروح دروس على طول، بتروح كليه. وطبعا سهل جدا ان انا انسقه مع السويت شيرتات، مع السويت بانس، مع الهودي ازاي. فهو بالنسبه لي قطعه عمليه جدا واساسيه في اي دولاب. تقدري ان انت تختاريه مثلا باللون الاسود او باللون البني ده. البني ده صراحه اللون ده او الدرجه دي غيرت فكرتي عن البني عموما، ان انا ما بحبش البني الصريح. البيج والابيض برضك حلوين كشكل، ولكن مش بحس ان هم عمليين، وحاسه ان هم هيتبهدلوا بسرعه. فهنخلينا في الدرجتين دول بالنسبه للبفر جاكيت عشان تبقى حاجه تقعد وقت طويل. وتاني حاجه هي الكوتس او البالتو. هو قطع برضك تايمليس، هتكون موجوده في دولابك كل سنه عادي، مش هتحتاجي تغيريها. بحس ان هو حلو جدا وكلاسيك، وسهل جدا دلوقتي ان احنا ننسقوه ابس اند داون. يعني الموضوع ما بقاش اللي هو معضله قوي زي الاول، او ان احنا مرتبطين قوي بلبس معين فيه. رأيي الشخصي ان الكوت الطويل عملي اكتر، واقدر ان انا استايله بطرق كتيرة جدا غير القصير، او غير اللي هو فوق الركبة او تحت الركبة. وبالذات كمان لو انتي قصيره هيديكي طول زياده ويبقى حلو جدا وانتي لابساه في الستايلينج وكده. الالوان زي ما اتفقنا، درجه مثلا بيج، درجه اسود، درجات بني، كافيه، اي حاجه من الحاجات دي هتمشي جدا وهتبقى حلوه جدا. دلوقتي وقت اني افكرك لو حابه تنضمي للقناه وتنضمي للعيله اللي لسه مبنيها. في العيله ديت بنهتم بيها في مشاكلنا في الفاشن وازاي نحلها وازاي نكون شيك بس اون بادجت. فلو انتي مهتمه ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناه وتفعلي الجرس، تعملي لايك للفيديو دوت وتشيري الفيديو او القناه لاصحابك المهتمين، علشان الفايده تعم والقناه تكبر بسرعه ويكون عندي حماس اكتر اني اعمل محتوى اكتر. ثالث جاكيت معانا هو الترنش كوت. ترنش كوت من الحاجات اللي انا اتكلمت عليها كتير جدا في القناه بتاعتي، وهو من الحاجات العمليه جدا برضك. انا دي 3 سنه ليا
عندي ترنش كوت في الدولاب وبلبسه على طول، وهو من الحاجات اللي منتشره جدا في محلات المستعمل حاليا وترندي جدا، فتقدروا ان انتوا تشتروه وتستغلوا فكره ان هو ترندي وتلبسوه، وبعد كده يبقى قطعه تايمليس عندكم في الدولاب. هو عموما اللون الاساسي بتاعه البيزك بتاعه هو البيج، ولكن طبعا بينزل منه درجات مختلفه كتير. فلو انت هتجيبي من دوت البيج وعايزه تجيبي بالطو، تقدري تجيبي مثلا بالطو اسود والترنش يبقى بيج، عشان انت يبقى عندك كل الدرجات بتاعت الالوان عشان تقدري تعملي ميكس اند ماتش كده مع القطعه كلها. الجاكيت معانا هو الليزر جاكيت. جاكيت الجلد عموما من الحاجات التايمليس اللي عمرها مدتها ما بتروح. كلنا غالبا عدى علينا ان احنا جبنا جاكيت جلد في حياتنا، وكلنا تقريبا هنلاقي في دولاباتنا جواكت جلد مركونه بتاعت حد، ممكن مش بتاعتنا احنا برضو. المهم ان الجلد حاجه تايمليس وحاجه اساسيه جدا. الاصل الاساسيه ليه عموما هي الموتو جاكيت، فممكن تجيبوا الموتو جاكيت كقطعه بيزك. لو انتم مش الستايل بتاعكم ومش عاجبكم، تقدروا ان انتم تجيبوا حاجه فانتج بردك زي كده، زي الصوره دي، هتبقى بردك حلوه جدا وعمليه وتايمليس بردك، لان الفانتج عموما موتو مش بتتغير يعني. وبردك من الحاجات الترندي اللي تقدروا بردك تضيفوها، ولو هي ستايلكم هتفضل في الدولاب عادي، هي البليزر او الترنش كوت اللي انتوا تجيبوه بردك جلد، بس هو بيبقى حاد شويه، فلو ده الستايل بتاعكم اوكي، لو مش الستايل بتاعكم فبلاش. فكل الحاجات دي بردك هتبقى تايمليس، وهتبقى بردك الجلد عموما يعني تايمليس كخامه اساسا، فهتفضل بردك في دولابك على طول، فتقدري ان انتي تجيبيها وتستثمري فيها سنين ياما بسهوله يعني. البليزر بردك حاجه مختلفه من شخص لشخص، يعني في شخص ممكن يفضله ويبقى الستايل بتاعه الاساسي، وفي شخص تاني لا، ولكن انا كشخص بردك ما كنتش بلبسه من سنتين، بس حاليا بحس ان هو اساسي ولازم يكون موجود في دولابي، لانه كمان حتى لو انا مش بلبسه على طول او باستمرار كستايل، ولكن هو بينفعني في الاوقات اللي بيبقى عندي مناسبات بسيطه، رايحه حاجه معينه وعايزه حاجه مثلا تكون قيمه وشيك، فانا بحس ان هو اساسي ان هو يكون موجود في اللاب. طرق تنسيقه كتيره جدا، سواء بقى كلاسيك او كاجوال، يعني دلوقتي الوضع برضك اختلف زي ما قلنا، فلو كتبنا على بنترست طرق كاجوال ان احنا ننسق بيها البليزر بتاعنا هنلاقي طرق كتير جدا. طبعا زي ما بقول كل مره، لو صوت الكلب طالع فانا بعتذر، لان هو بره في الشارع وانا مش عارفه احلل الموضوع. واخر حاجه والبونص في النقطه بتاعه الجواكت، الفيست اللي هو زي دوت اللي هو اخد قصه البفر كده بس من غير الدراعات، ده بردك حلو جدا وبحسه قطعه كيوت كده، بردك حاجه مدتها مش بتروح. او بردك الفكره التانية ان انتوا تجيبوا الجاكيت بتاعكم، في جواكت دلوقتي نازله ان السوسته بتاعتها تكون بتتخلع فتبقى قط او تبقى كم، دي من الحاجات الحلوه جدا اللي تقدروا لو انتوا لقيتوها تستثمروا فيها، لانها هتبقى قطعتين في قطعه واحده. طيب بقى لو انتي مش حابه اي قصه من القصات اللي احنا قلنا عليها ان هي اساسيه دي، او انتي لسه صغنونه بالنسبه للترنش والكوتس والحاجات دي ولسه في سن دراسه، لان انا بحس ان الجواكت دي محتاجه سن الجامعه مثلا فيما فوق، لان انا اصلا ما بداتش اشتريهم او اجيبهم غير وانا تقريبا في اخر سنه في الجامعه يعني، او في الكليه، عشان الاول ما كنتش بحسها ان هي حاجات عمليه بالنسبه لي او مناسبه لستايلي، لان كنت كتكوته طبعا. ممكن تخليكي في جاكيت زي بتاع المتنمرين دوت، بردك من الحاجات اللي هي حلوه جدا وكيوت وعمليه، تقريبا كان حلم كل الناس اللي في سني واحنا صغننين ان احنا نلبسها، وان احنا نكون بنلعب في الفرق اللي بتلعبها في المسلسلات والافلام الاجنبي واحنا صغيرين. البومبر جاكيت من الحاجات بردك الحلوه والعمليه اللي بردك هتناسب ستايل سويت شيرتات، وهتناسب الستايل الكاجوال والكارجو بانس والحاجات ديت، وهتكون عمليه معاكي في ستايلك وفي يومك العادي كدروس بقى ودراسه وكده وحركه يعني. ممكن بردك الجواكت اللي هي اخده قصه القميص شبه الجواكت دي، ممكن بردك بالقصات دي سواء طويله او سواء قصيره، شوفي انت بقى اللي بتحبيه، لو عايزاها كروب مثلا على بنطلون هتبقى بردك حلوه وبتدفي، وهي غالبا في منها بيبقى خامات صوف، في منها بيبقى خامات جوخ لو هي مايله للجاكيت شويه، بردك حلوه جدا وهتبقى عمليه مع ستايلك لو انتي كتكوته كده صغنطوطه. بردك الجواكت القطيفه اللي هي زي كده بردك هتبقى حلوه وكيوت، وبردك اللي هي مدتها مش هتروح، بردك تقدري تلبسيها براحتك عادي، او الجواكت اللي هي القطيفه اللي اخده قصه الجاكيت دي بردك حلوه ومدتها مش بتروح، واللي هو هتلبسيها عادي، او حتى لو انتي مش حابه اي حاجه من دولك فتقدري ان انتي تجيبي جاكيت جينز عادي ويكون متبطن من جوه مثلا وبزون، الحاجات دي حلوه جدا بردك الستايل بتاعك، وهتناسب سويت شيرتات والحاجات ديت، وهتبقى كاجوال جدا وعمليه. طبعا اي حاجه من دولت بالاضافه للبفر جاكيت هتبقى حلوه جدا بالنسبه لك وعمليه لغايه اما تكبري شويه او ستايلك يتغير، فتحسي ان انت محتاجه تضيفي حاجات من الحاجات الباقيه. اخر حاجه هنتكلم فيها هي الشوز والاكسسوارز. الشوز بالنسبه لنا بجانب السنيكر بتاعنا العادي الابيض اللي احنا بنلبسه على كل حاجه، نقدر ان احنا نضيف حاجه كلاسيك زي اللوفرز. اللوفرز من الحاجات العمليه وتايمليس وكلاسيك، وهي ترندي جدا حاليا، فبرضك نقدر نستغل فكره انها ترند ونشتريها الشتا دوت ونخليها في دولابنا على طول او
في الكوليكشن بتاع الشوزات بتاعنا. بوتس عموما من الاساسيات طبعا، مش هنختلف على الموضوع دوت، فنقدر ان احنا نشتري بوتس تكون قصيره وبوتس تكون طويله لو احنا بنلبس جيبات وفساتين وكده. لو مش بنحب البوتس زي حالاتي، فنقدر ان احنا نتجه لستايلات شبيهه لستايل الشوزات بتاعه دكتور مارتينز، زي الشوز دي او زي الشانكي بوتس اللي هي شبه دي كده. القطعة دي عملية وحلوة وحاليا مش بتبطل وبنلبسها كل سنة عادي، فممكن تختاري حاجة من الحاجات اللي قلتها او تختاري قصة بوت تكون بسيطة ومناسبة ليكي. المهم بس ان هي ما تكونش قطعة ليها علاقة بالترند قوي، الا لو هي ستايلك، علشان ما تجيبيش حاجة طبعا وتركنيها. هنا بنتكلم في حاجات اساسيات اكمل عليها كل سنة. اخيرا في الاكسسوارز، التشانكي سكارف من الحاجات بردك اللي ترندي الفترة ديت، ولكن هي حاجة تايمليس، اللي هي مثلا بديل الكوفية حاليا. تقدروا بردك تشتروها زيادة خير للتدفئة طبعا، وبتضيف طبعا الاوتفيت اللي احنا لابسينه في الشتاء. طبعا البينز او الايس كاب من الحاجات طبعا الاساسية واللي هي بتضيف بردك للاوتفيت بتاعنا. تقدروا تختاروا الشكل اللي انتوا تحبوه، المهم يمشي مع دولابكم. ولكن لو كل القطع بتاعتكم كلاسيك وبتحاولوا تبنوا حاجات كلاسيك عشان تقعد معاكم اطول فترة ممكنة، فخليكم في الساده مبدئيا، وبعدين لما تجيبوا الاساسات اللي هي الساده غيروا بقى كور، هاتوا مطبوعه عليها كلمه مش عارفه ايه كده يعني. اخر حاجه هنضيفها هي الكاب طبعا، علشان نكاجوال بيه كل القطع الكلاسيك اللي احنا جايبينها ديت زي ما شفتوا في الصور اللي نزلتها اللي فاتت. بس كده ما تنسيش تقولي لي ايه القطع اللي ناقصاكي او ايه القطع اللي عندك من القطع اللي اتكلمنا عنها، وانا كمان هسيب لكم في اول كومنت ايه الحاجات اللي ناقصاني من الحاجات دي. باي.